اما الموبايل اللي انا قررت استعمله مكان الاس 22 الترا فهو الجوجل بيكسل 7. قبل اي حاجه انا مش هتكلم غير لما تشوف الصور اللي متاخده بالجوجل بيكسل 7 ديت. مش صور فوتوغرافيه، مش صور انا قعدت بقى اظبط الاضاءه واظبط الدنيا واعدل في الصوره، لا هو دوك حرفيا كنت بطلع الموبايل من جيبي بلقط الحاجه اللي قدامي وبس، على كده من غير تعديل في الصور. الصور اللي قدامكم مش متعدله، مش بالبرو مود، ده الوضع الاوتوماتيك العادي جدا. يمكن تبقى فيه صوره بس كده فيها الموشن مود دوت، واللي هو برضه معموله اوتوماتيك من الجوجل بيكسل 7 نفسه. فبجد الموبايل دوت اندر ريتد جدا ومش واخد حقه في السوق خالص. فانا جاي بقى اصلح الحته دي، جاي اوري لك الحاجات اللي المفروض تعرفها عن جوجل بيكسل 7، واوعدك في معلومات هتتقال في الفيديو دوت مفيش حد اتكلم عليها. اولا انا كحد كان بيستخدم الجوجل بيكسل 6 السنه اللي فاتت، اشتريته اول لما نزل وقعد معايا فتره كموبايل شخصي. الاختلاف الاكبر اللي انا حسيت بيه اول لما مسكت الموبايل دوت في التصميم. يعني انت تحس ان هما الاثنين من نفس السلسله، انت عارف دوت وباين عليهم لان هما كتصميم شبه بعض، بس هنا على انضف، هنا على بريميوم اكتر، على شكل معمول احسن، علشان البروز بتاع الكاميرات دوت معمول يوني بادي ومعمول نفس جزء من الجهاز نفسه، هو مكمل في بعضه لاحم في الفريم بتاعه. فالبيكسل 6 على قد ما هو كان تحفه وعلى قد ما انا كنت بحبه جدا، بس انا كنت حاسس على طول ان هو مش الموبايل الفلاج شيب العالي قوي. تصميمه كان عاجبني بس كان فيه شويه حاجات محتاجه تتظبط. هنا بقى البيكسل 7 ظبطها، هنا بقى عاملها حلو قوي. تابعات حتى على فكره الموبايل حجمه صغر شويه صغيرين عن السنه اللي فاتت، بدل ما كان 6.4 بقت الشاشه بتاعته 6.3. المهم ان فعلا ما عنديش اي تعليق سلبي على التصميم، بل بالعكس انا مبسوط جدا من التطور اللي حصل فيه. وحرفيا حتى شكل الحواف بتاعته من قدام وشكل الموبايل نفسه وانت ماسكه انا حاسه سكسي قوي، يعني فعلا عاجبني. بالحديث عن التحسينات برضه صحيح، فالبصمه هنا اخيرا بقت بصمه محترمه. السنه اللي فاتت كان حوار البصمه ده كان وحش قوي وفعلا كان بيعلق، والبيكسل ما كانش معروف بالبصمه الكويسه بتاعته، لا هو كان معروف ان بصمته وحشه. فهنا البيكسل 7 لا، لو انت اشتريته ما تخافش من الحوار دوت، انت هتلاقيها شغاله معاك بشكل كويس قوي وبشكل فعلا سريع، مش بتعلق معاك، مش بتشتغل مره و10 لا. بالنسبه للاداء او المعالج بتاعه فهو جاي بالتنسور جي 2 الجيل الجديد من المعالج بتاع جوجل. يمكن يبقى مش بنفس قوه الايفون مثلا، او مش بنفس قوه السناب دراجون 8 جين 1، بس بصراحه انا ما حسيتش ان هو مأثر معايا. حتى لو كنت برميله العاب تقيله كان بيشغلها كويس قوي، بل حتى الانيميشن بتاعته والسلاسه اللي موجوده في الواجهه نفسها كنت بحس بيها جدا، كنت بحس ان هو سلس قوي زيه زي الايفون بالظبط. اللي هو الاي او اس معروف قد ايه الانيميشنز بتاعته حلوه، فلا انا كنت بحس البيكسل 7 هنا نفس جمال الانيميشن، ويمكن في انيميشنز اكتر كمان، وشغاله بقى بنفس السلاسه ونفس السرعه ونفس الاستقرار، نفس النقله بتاعه الريسنت اب وانت بتخرج من البرنامج دوت لبرنامج تاني او تطلع على الهوم سكرين، في كده انيميشن بتتعمل بشكل مظبوط قوي. فالاندرويد 13 هنا انا مبسوط منه جدا على جوجل بيكسل 7. طبعا ممكن اتكلم على مميزات السوفت وير دي كتير جدا، قد ايه هو خفيف، قد ايه هو مستقر، الاولويز اون ديسبلاي بتاعته اللي انا بعشقها اكتر من اي واجهه تانية، وبحب شكل النوتيفيكيشنز بتاعتهم جدا، والستاره اللي انت بتسحبها من فوق ديت معموله فعلا بشكل انا بميل ليه. بس بعيدا عن كده بقى في شويه حاجات تانية صغيره، الاغاني اللي هو قاعد بيسمعها على طول، حتى لو انت ماسك موبايل تاني وبتقلب على تيك توك مثلا هتلاقي ان هو بيسمع كل الاغاني ديت وبيكتب لك اسمها على الاولويز اون ديسبلاي. ممكن في اخر اليوم تقوم داخل جايب لستة الاغاني اللي هو سمعها كلها طول اليوم دوت، وتخش تسمع اي اغنيه منهم سواء على سبوتيفاي او ابل ميوزك او يوتيوب ميوزك، ايا كان البرنامج اللي انت بتستعمله. ممكن اكلمك على التكست اللي هو بياخدها كوبي من غير ما تفتح الابلكيشن نفسه اصلا، يعني انت تبقى فاتح الريسنت ابس او البرامج اللي انت شغال عليها دلوقتي، ومن خلال المكان اللي انت بتحول ما بين ابلكيشن والتاني فيه تقدر تاخد سكرين شوت للحاجه اللي جوه، تقدر تاخد كوبي للحاجه اللي جوه، تقدر تختار جزء معين او صوره معينه وتقوم محمل الصوره ديت بس بياخدها سكرين شوت هو كده ويقوم عامل كروب عليها وبيظبط الدنيا لوحده. فبيدلعوك في السوفت وير، حتى الكتابه حتى التكستنج على فكره ممكن تقوم ممليك كلام وبيشتغل حلو على فكره في العربي، يعني ممكن تقوم ممليه اي جمله بالعربي يبعتها لحد. فالجوجل بيكسل انا مش جاي اكلمك على السوفت وير بتاعه لان هو فعلا لا ما فيهوش غلطه، ما فيهوش حاجه انا محتاج اعلق عليها بشكل سلبي. بس في حاجه بقى ليها علاقه بالموضوع دوت مجنناني، انا مش فاهمها لحد دلوقتي. الموبايل دوت بيشتغل وحش جدا على الاندرويد اوتو. اول لما وصلته على العربيه كان شغال بشكل حلو جدا ما فيهوش اي مشاكل، ولكن كل لما بيفضل متوصل كل لما بيحصل تاخير او ديلي ما بين اللي معروض على الشاشه واللي معروض على الموبايل. الديلي دوت كان كبير قوي لدرجه ان هو وصل معايا لحوالي 6 دقايق ونص. قعدت حسبتها وقعدت اشوف هو قد ايه بالظبط. ال6 دقايق ونص ديت ده معناها ان انت الخريطه اللي انت شايفها او جوجل مابس وانت فاتحه جايب لك مكانك كان فين من 6 دقايق ونص. والطريقه اللي انا اكتشفت بيها دوت هو ان انا فوتت دخله بسبب الموضوع ده، فاضطريت الف لفه طويله قوي وبعديها قعدت اكتشف المشكله من فين
اتاريها من الجوجل بيكسل 7. جربتها كذا مره وجربتها بكذا سلك مختلف، وجربت الاسلاك ديت على موبايلات اندرويد تانية وكانت شغاله كويس. فجوجل بيكسل 7 فيه مشكله جامده في الحوار دوت، ما اقدرش اعتمد عليه في الاندرويد اوتو بسببها، لان التاخير دوت حاصل في كل حاجه. في الخرائط طبعا هو اكبر حاجه واهم مشكله، ولكن حتى المكالمات لو حد اتصل بيك هتلاقي ان هو بتطلع لك المكالمه على الموبايل، وممكن بقى بعديها بخمس دقايق يكون هو اصلا قفل، تطلع لك المكالمه دي على الشاشه. حاجه طبعا مش عمليه خالص وما ينفعش يعتمد عليه خالص. البطاريه على فكره انا اتعلمت من الجوجل بيكسل 6 تحديدا ان انا ما احكمش عليها في اول اسبوع، لان هي اول اسبوع دايما بتبقى شنيعه. هنا ما كانتش شنيعه قوي، ما كانتش حلوه برضو، بس كانت يعني ايه احسن بكتير من السنه اللي فاتت. بالتالي بعد ما عديت اول اسبوع دوت، في تاني اسبوع وتالت اسبوع اللي انا فيه دلوقتي، لا هو خلاص بقت البطاريه بتاعته اقدر ابقى مرتاح وانا بستعملها، مش قلقان منها، مش شايل همها، ولا مبسوط بالاداء بتاعه في الحته دي. طيب خلينا نتكلم على الكاميرات، بما ان هي حاجه بقى اللي انا اصلا جاي اكلمك عليها. البيكسل معروف قد ايه هو كاميراته حلوه، ويمكن السنه دي ناس كتيره معلقه على ان هو برضو ممتازه قوي، ما عدا في السكين تونز، ان هو درجات البشره درجات الوش بتاعت الناس ما بيظبطهاش حلو زي السامسونج والايفون، ويمكن معاهم حق فعلا في النقطه ديت شويه. بس ده كان بسبب ان هو لما بتيجي تصور الصوره، لما بتيجي تلقط الحاجه، وبعد ما بتلقط الصوره ديت احيانا بيبقى فيها الوايت بالانس مش مظبوط، بيبقى عليها بلو كاست كده، او بتحس ان هي عليها طبقه مزرقه شويه. المهم ان الحوار دوت كان بيبوظ السكين تونز ساعات، وكانت بتطلع مش مظبوطه قوي. بس انا كنت لما بخش على الايديت بتاع الصوره اللي هو في الموبايل نفسه، مش اي برنامج ايديت تاني، لقيته هو بيقترح عليا ان هو يظبطها لوحده. فاللي هو طب ما انت عارف اهوت، ما انت بتعرف تظبطها طب ما تقترح عليا، او ما تقترحش اصلا انت وانت بتصور اظبطها على طول. الموضوع ده على فكره كان ساعات بيحصل وساعات لا، ساعات كان بيبقى طالعه الصوره حلوه جدا من غير اي حاجه. فهو برضه لسه في الحته بتاعت السنه اللي فاتت ديت، ان هي مش نفس تجربه التصوير كل مره، ممكن تلقط نفس الصوره مرتين تلاقيها مختلفه شويه. لكن اللي اضمنه لك ان هي فعلا الكاميرا بتاعته ممتازه. انت بتاخد صور، انا بصراحه متنح ان الموبايل بياخدها بالشكل ده. قوه الموبايل دوت مش في الكاميرا ال 50 ميجا بكسل، هي قوته في طريقه معالجته للصوره. بيدي لوك اتش دي ار انا بعشقه، بحب الافكت اللي بيديهولي حتى لو في اضاءه ضعيفه جدا، بيعرف يظبط النايت مود بشكل تحفه. ففعلا انا بحب تجربه التصوير بجوجل بيكسل 7، بحب اطلعه من جيبي والقط صور بيه. عندك هنا طبعا في الجوجل بيكسل 7 برو كاميرا تيلي فوتو مش موجوده هنا، ما عندكش الزوم دوت، ما تقدرش تقرب في الصوره غير التقريب ال 2 اكس اللي هو بيتعمل ديجيتال. فطبعا لو جربت تعمله هتلاقي ان انت مش بتاخد اعلى جوده، او مش بتاخد احسن صوره ممكن تاخدها. غير فرق الكاميرات اللي ما بينه وما بين البيكسل 7 برو في الكاميرا الزياده اللي موجوده في البرو. فانت عندك في البرو برضو شاشه مختلفه شويه، هناك البرو فيه شاشه 120 هرتز وهنا عندك 90 هرتز بس. انا بصراحه ما بتضايقش خالص من 90. خلي بالك ان انا كنت بستعمل الموبايل دوت بجانب الايفون 14 برو، فواحد فيهم 120 وواحد 90 هرتز، بالتالي مفروض حاجه زي كده تضايقني. بس انا فعلا ما كنتش متضايق، ما كنتش حاسس باي مشكله خالص في الحته ديت، وكنت حاسس ان لا مبسوط جدا من الاداء بتاع الشاشه هنا والتجربه بتاعتها عادي. لان خلي بالك هي 90 هرتز برضو على فكره، مش 60 هرتز مثلا زي الايفون 14 العادي، فما زال هو هنا الشاشه بتاعته احسن منه في الحته ديت. انت اصلا في الفئه ديت دلوقتي ما بقاش عندك منافسين اقوياء قوي كتير في السوق المصري. اللي لسه نازل فيه جديد في نفس السعر دوت هو الشاومي مي 12 تي برو، بس انا شايف ان هو متوجه لشخص تاني خالص. يعني هو جاي ببروسيسور اقوى، فهيبقى مناسب لحد بيحب الالعاب مثلا، ولكن في المقابل هتاخد تجربه سوفت وير اسوأ بكتير مقارنه بالجوجل بيكسل 7. الموبايل دوت بيقدم لك كل حاجه بيقدمها 7 برو مع فرق $300، يعني فرق حوالي 8000 جنيه مصري. وبصراحه انا ما ادفعش 8000 علشان كاميرا بس زياده كده، اللي هو كاميرا تيلي فوتو وشاشه اكبر شويه 120 هرتز وحجمها مختلف او فيها ايدج. حاجات كلها بالنسبه لي مش مهمه او مش كافيه تخليني ادفع فرق سعر كبير زي كده. فعلشان كده لا، جوجل بيكسل 7 العادي انا شايف ان هو موبايل فعلا ممتاز. بس بصراحه ممكن برضو تفكر في جوجل بيكسل 6 العادي لو انت مش هتقدر تشتري البيكسل 7. فهو ظبط غلطات البيكسل 6، صلح موضوع التصميم دوت، صلح موضوع البصمه، صلح موضوع البطاريه. هو في شويه تظبيطات حلوه تستاهل فرق السعر. لكن البيكسل 6 يظل موبايل كويس، يظل مفيش فرق جوهري ما بينه قوي وما بين ال7. فلو انت الفروقات ديت مش فارقه معاك، ممكن توفر شويه كمان وتجيب البيكسل 6. لو تاخد بالك مؤخرا بقيت احاول ان انا اركز في الحته ديت على الفيديوهات، ان انا اقول لك البدايل الارخص، لان انا عارف قد ايه الموبايلات دلوقتي بقت غاليه، بقت اسعارها بتعلى. بس بصراحه لو تقدر تجيب البيكسل 7 بالتاكيد هرشحه لك.